كلنا بنعاني من الظروف الاقتصادية، الأسعار بتزيد والمرتبات زي ما هي، وانتي كست بيت أكتر واحدة بتحس بالمعاناة دي، لأن ولادك على طول عندهم طلبات وانتي ايدك مش طايلة، وبيبقى في مشاكل في البيت بسبب مصروف البيت. طيب، بالرغم ان احنا بنمر بمحنة كبيرة إلا ان ربنا سخر منحة في دلوقتي مواقع لأول مرة في مصر تفتح، وبتقدري تسوقي عليها للسوق الأوروبي والعالمي. علشان كده ده أفضل مشروع تعمليه دلوقتي. هو مش بس كمان استيراد، ولكن فرق العملة بيحسسك ان انت بتقبضي فلوس كويسة جدا، او بتكسبي من مبيعاتك أرقام حلوة جدا لا يمكن هتشوفيها في السوق المصري. طب أنا مين؟ انا امال نصحي، بزنس كوتش. معايا ماجستير اداره اعمال، كنت مدير مبيعات سابق لاكبر شركات تكييف في مصر. بعد ما كنت مدير المبيعات قررت ان افتح البرايفت بزنس بتاعي، وكانت حضانه، ولكن بعد شويه لقيت ان مش هو ده اللي انا عايزاه. ليه؟ لان حضانه انهاك، بتصحي الصبح من الساعه 7 لحد الساعة 7 بالليل، ملتزمة بوقت. عندك حياتك بتتوقف، انتي على طول في الحضانة، على طول مضغوطة. إلا إني عملت وقفة مع نفسي وسألت نفسي سؤال: هل يا أمال هو ده اللي انتي عايزاه؟ كانت الإجابة لأ. طب أمال إيه اللي أنا عايزاه؟ أنا عايزة أشتغل من البيت، يبقى وقتي بتاعي. اشتغلت ساعتين الصبح ساعتين بالليل، مش محتاجة أصرف الفلوس اللي أنا بكسبها في المواصلات وبهدلت المواصلات. حتى لو معاكي عربية البنزين بيحرق، وعايزة أقدر أتحكم في وقتي، ما بقاش مضغوطة. لا، أنا اللي حدد مواعيد الشغل بتاعتي، عايزة أشتغل ساعتين، عايزة أشتغل من البيت، من الكافيه، من أي حتة، فوقتي ومجهودي براحتي. وكمان عايزة أكسب بالدولارز، علشان آم، آم، يعني اولا، كده كده انت بتعملي مجهود، فتعملي مجهود وتكسبي قصاده جنيهات، ولا تعملي نفس المجهود تكسبي قصاده دولارات؟ اكيد المنطق واللوجيك بيقولك انك تعملي نفس المجهود ولكن تكسبي 50 ضعف. 50 ضعف يعني انت بتكسبي هنا جنيه، انت هنا هتكسبي 50 جنيه. انت هنا هتعملي 1000 جنيه، انت هنا هتعملي 50 ألف جنيه. انت بتعملي يعني الفرق رهيب. طيب، احنا في اكتر وقت ينفع نحقق دخل دولاري زي ما قلنا، ان علشان في مواقع لأول مرة في مصر تقبل ان مصر تنضم ليها وتسوق منتجاتها وخدماتها، ودي جود نيوز جدا جدا. دي يعني كأنك انت بالظبط فتحتي مكان في مول، بس المول ده عالمي. في فرق كبير جدا ان انت تفتحي بوتيك في شارع جانبي، وان انت تفتحي بوتيك في مول عالمي بيدخلوا في الشهر 2 مليون زائر. ايه مستعد يشتري؟ هو مش داخل يتفرج، هما الناس خلاص بره عارفين ان الموقع ده مخصوص للهاند ميد والديجيتال برودكت وحاجات تانية. هو اللي بيبقوا عايزين يشتروا، فبيعملوا سيرش في الاماكن دي، فعشان كده نسبة الشراء عالية. طيب، فعلشان كده انا عملت لك محاضرة حولي مهاراتك لدولارات، وبختص اكتر بالهاند ميد، لان سوق الهاند ميد بره مختلف تماما عن السوق المصري. الناس بره بتقدر قوي الهاند ميد وبتدفع فيه حلو جدا، ولان هي بتبقى عارفة انه معمول فيه مجهود وبيبقى حاجة يونيكنس قوي. لكن في مصر مش بالضرورة دي. وكمان الديجيتال برودكت، احلى حاجة في الديجيتال برودكت انها حاجات بتعمليها مرة واحدة وبتتباع هي آلاف المرات. يعني ولا شحن، ولا توصيل، ولا اي حاجة. انت من كل اللي انت محتاجاه كمبيوتر او لابتوب او حتى موبايل، وبتعملي الديجيتال برودكت. الخبر السار ان قبل كده ما كنتيش هتقدري تنافسي
لان فرق المهارة واضحة الصراحة، يعني هم اشطر مننا قوي في الحاجات دي. ولكن بالذكاء الاصطناعي انا بعلمك ازاي تطلعي شغل احترافي ينافس اجدع حد في السوق الامريكي او الاوروبي، وبجودة احلى وبدقة احلى. طبعا الكلام ده قبل الذكاء الاصطناعي كان يستحيل يستحيل يطلع، ولكن انت هتعرفي تيبس وتريكس تخليكي تقدري تطلعي منتجات كأنك عندك خبرة 20 سنة في المجال ده وأكتر. فمفيش أحلى من كده. يعني انت لو انت بتعملي هاند ميد فالورك شوب دي ليكي، ولو انت بتعملي ديجيتال برودكت فالورك شوب دي هتنقل حياتك نقلة تانية، لأن احنا بنتكلم على موقع واحد. اوكي. طيب ايه اكبر 3 مشاكل بتقابل رائد الاعمال؟ انت فكرت ان انت تعملي مشروع، ايه اكبر 3 مشاكل بتقابلك؟ اول حاجة ايه هو المنتج، فما عندكيش رأس مال، خايفة تغامري، وده حق، عندك حق. ف فانت لو انت بتعرفي، عندك شوية مهارات تقدري تعملي هاند ميد، ده رائع. انا ما عندكيش مهارات تعملي هاند ميد، برضو انك هتتعلمي معايا ستيب باي ستيب ازاي تطلعي ديجيتال برودكت، وده عالم واسع جدا. ايه الديجيتال برودكت؟ اي حاجة ينفع تطبع، اي حاجه، كولرنج بيج، فلاش كارد. هتلاقوا حاجات انتوا اول مره تسمعوا عنها، بسيطه وسهله والديماند عليها عالي جدا. انا بعلمك الحاجات دي خطوه بخطوه، وبقولك التكنيك اللي ممكن تفتح لك اكتر من مجال وانتي تستمتعي جدا بيه. خلاص. طيب تاني خطوه، اسوق ازاي؟ وده البعبع الكبير. انا اولا الجود نيوز ان المواقع دي هي اللي بتسوق لك المنتجات بتاعتك، لان هي بتحطها لك زي ما تكون في الرف كده قدام العميل اللي داخل جاهز يشتري. فانت مش عليكي غير ان انت تراعي حاجة اسمها الوينر برودكت، وده برضو انا تكنيك بعلمهولك، اللي هو المنتج الرابح، المنتج الجذاب. ايه العناصر اللي انت تحطيها علشان تقدري تلفتي نظر العميل ويختارك انت مش يختار المنافس؟ فيبقى مشكلة التسويق دي اتحلت. ومع ذلك برضو لو انت عايزة تسرعي من عملية البيع، انا هقولك الطريقة الاورجانيك، وهقول لك كمان الطريقه البيض لو انت عايزه، عندك طموح وعايزه تكسبي وتكبري البيزنس بتاعك بسرعه. والمشكله الثالثه ازاي استلم ارباحي، انا هقول لك على البنوك الالكترونيه، وهنعملها ستيب باي ستيب وسهله جدا، وتقدري تستلمي ارباحك سواء بالدولار او بالجنيه المصري او ما يعادل الجنيه المصري. تعالوا نشوف كده مع بعض. دي احد الامثله في المواقع دي بتتباع بكام. ده بيبي باني، يعني ده في مصر ممكن يتباع بكام؟ ب100، 150 جنيه، 300 جنيه. يا سادة هنا ب42 دولار، يعني حوالي 2000 وشوية. وكمان يعني حتى لو هتدفعي شحن، هو كمان الشخص اللي هيستلم هو اللي هيدفع الدليفري. حتى لو انت هتدفعي شحن برضو هيبقى كسبانة فيه ارقام محترمة جدا. شوف الراجل ده عنده كم مبيع، 9200 الف مبيع يعني يعني ما مش عارفة اقول ايه تاني. هي الفكرة كلها ازاي تعملي منتجات رابحة. والجود نيوز ان الموقع ده لسه ما اشتهرش قوي في مصر، ولكن بره بيدخلوا من 2 مليون ل 3 مليون زائر شهريا. يعني الناس متعطشة للهاند ميد جدا. طب تعالوا نشوف بالنسبة للديجيتال برودكت حوار تاني خالص. ادي الديجيتال برودكت عبارة عن بيبر كولر، يعني للأطفال. جايز في مصر احنا الثقافة دي مش عندنا، لكن بره بيحبوها جدا علشان كل بيت تقريبا عنده برينتر، فبيحب يدخل على المواقع دي ويعمل لها داونلود، وده عالم واسع جدا. تعالوا نشوف الراجل ده عمل 120 ألف مبيعة في سنتين. هي قيمة البيبر كولر دي 2 دولار و54 سنت. طيب تعالوا نشوف لما عمل 120 مبيعة في سنتين بس، يعني دول كام بقى بالمصري؟ هنضرب ال120 ألف مبيعة في
في 2 دولار، يعني على اساس مثلا ال54 سنت دي يعني هم بياخدوها. يا سادة 12 مليون جنيه، 75 ألف، 65 ألف. ايه المنتج، ايه المنتج اللي ممكن ما يكلفكيش جنيه وتبيعيه وتكسبي فيه الارقام دي؟ لو تعرفي يا ريت تقولي لنا ان ده افضل حاجه اتعملت في العصر الحديث فعلا. بصوا الصور سهله وبسيطه، وانا هقولك يعني بالذكاء الاصطناعي هنطلع حاجات احلى من كده 100 مره. وفعلا فرصه ذهبيه. مفيش مشروع الا ما هيحتاج منك رأس مال وخبرة و لكن دي حاجات جديدة على المجتمع المصري، ولكن الطلب عليها بره في اوروبا وامريكا وكندا رهيب رهيب. واحنا زي ما شفنا الارقام هي بتتكلم. وتعالي نشوف كمان مش بس كده، انا هوريكي بطريقة عملية العملاء اللي خدوا معايا الكورس. ادي النتائج بتاعتهم، ادي 103 دولار، 13 دولار، 58 دولار، آه، او عيشي يعني 44 دولار. يعني دي حاجات انت عملتيها من البيت، تعبتي فيها مرة واحدة، هتجيب لك 3 اضعاف المرتب الطبيعي اللي بتاخديه في اي حاجة. الخلاصة، بدعوك الاشتراك في محاضرة حولي مهاراتك لدولارات. هتتعرفي ايه هي المنتجات الرقمية وازاي تختاري منها. هننفذها مع بعض، يعني دي وركشوب يعني عملية، يعني مش مجرد كلام نظري، لا احنا مع بعض ستيب باي ستيب لحد ما نطلع المنتجات دي، وكل واحدة يبقى عندها المنتجات اللي جاهزة للبيع. وهنتعلم مع بعض اهم حاجة ايه هي المواقع اللي هنبيع عليها المنتجات والخدمات دي، وايه مميزات كل موقع، وهقولك اكتر من موقع، وازاي تبيعي بقى منتجات الهاند ميد وطرق الشحن والارقام دي، وازاي تستلمي ارباحك من المنصات دي سواء بالدولار او ما يعادلها بالجنيه المصري. فرصة فعلا مش هتلاقيها. وده يعني انت هتكوني من الرواد اللي دخلوا الموقع ده، وعلشان كده دايما الناس اللي بتسبق هي اللي بتكسب. فلو انت ست بيت وعايزه تشتغلي من البيت ده من غير بهدله المواصلات، ولا تصرفي نص فلوسك في الحضانات، او لو انت موظف وعايز تدخل دخل محترم ويبقى عندك حياه كريمه، لو انت كوتش او جرافيك او whatever انت جاي من انهي خلفيه، فينفع تعمل الديجيتال برودكت، وينفع تسوق الهاند ميد والهاند كرافت. لوقت محدد الوركشوب هتبقى ب700 جنيه فقط لأول 10 فقط. فالفرصة قدامك، ولو انتي مهتمة تواصلي معانا على الرقم موجود على الشاشة، وفريق العمل هيقولك التفاصيل. بتمنى تاخدي خطوة وتكوني من الرواد، لأن هي دي فعلا أحسن مشروع تعمليه في 2025، واللي فعلا هتعمل في حياتك نقلة تانية خالص، ومستقبلك عمره ما هيبقى زي ماضيك. بتمنى أشوفك في الوركشوب، وبالتوفيق للجميع، وفرصة مش هتتكرر.